بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم مجدد الأستاذ عادل بن بريك من قناتكم Learn for Life مرام and عادل. نقدم لكم اليوم درس جديد ومتجدد ومتميز عن موقع يقدم تقديم دروس كونفرنس تواصل مع الطلاب بطريقة مجانية بعدد لا محدود من التلاميذ بدون تحميل أي برنامج وبسيرفرات قوية وآمنة. نقدم لكم هذا الدرس بعد الفاصل الصغير. مرحبا بكم مجددا. إذن الرجاء منكم قبل كل شيء الاشتراك في القناة ومشاهدة الفيديوهات لكي تدعموا مجهوداتنا لتقديم دروس أجمل وأفضل، وشكرا لكم. إذا ننتقل إلى الموقع المتميز وهو meetjit.c، موقع متميز لتقديم محاضرة مع عدد غير متناهي من التلاميذ. لا يشترط هذا الموقع تحميل أي برنامج، وبطبيعة الحال بكل سهولة فقط بدون تسجيل. كذلك لا يشترط أن تقوم بالتسجيل في الموقع، فقط تذهب إلى هنا وتقوم بكتابة اسم الدرس. نقوم بكتابة مثلا lesson 1 ثم start meeting بكل بساطة. إذن ننتظر قليلا، يحملنا بكل بساطة إلى هنا start meeting، عنوان الاجتماع. إذن يقوم بالطلب السماح إلى الميكروفون والكاميرا لكي يستطيع استعمالها الموقع، وهي الميكروفون والكاميرا. إذن نقوم بإعطاء السماح إليهم. Hello. Done. نقوم بكتابة الاسم lesson، وبكل بساطة هنا إذا أردنا إيقاف الكاميرا الانضمام إلى إذن لقد قمنا هنا بالانضمام إلى الدرس. يقول لنا ادعوا أشخاص آخرين. بطبيعة الحال نقوم بدعوة عديد الأشخاص. إذن هنا الكاميرا، هنا إغلاق الدرس عندما نقوم بإكمال الدرس. هنا الميكروفون نقوم بفتحه أو إغلاقه. هنا بالنسبة للتلاميذ الذين يريدون الكلام مع الأستاذ يرفعون الأيدي، رفع اليد. إذن هنا مشاركة الشاشة وسوف نعود لها. هنا فتح الشات مثل ما تشاهدون. Hello. إذن الأهم هو هنا خيارات الحماية. إذن يوفر الموقع عديد خيارات الحماية. بإمكاننا إضافة كلمة مرور إلى الدرس مثلا، ونقوم بإعطائها إلى تلاميذنا لكي نضمن دخول فقط التلاميذ. إذن هنا نشاهد عديد الخيارات، وهي أهم ما يمكن أن يوجد في هذا البرنامج. هنا lesson اسم الدرس، إضافة اضبط دقة الفيديو. بالنسبة لإنترنت قوية دقة عالية، إنترنت أقل نقوم بالتحويل هنا إلى دقة قياسية، ثم دقة منخفضة، ثم أقل نوع دقة حسب الإنترنت. إذن هنا بطبيعة الحال فول سكرين. هنا ابدأ بث حي، بإمكاننا القيام ببث حي. هنا التسجيل، وسوف نعود إلى التسجيل وكيفية التسجيل. هنا التسجيل يكون رفع التسجيل إلى دروب بوكس،
وبالنسبة لمن ليس له حساب في دروب بوكس، بطبيعة الحال لأن دروب بوكس يعطي حساب فقط 15 جيجا. إذا لدينا الحل سوف نتطرق له، كيفية وضع التسجيلات في سطح المكتب أو في الكمبيوتر. شارك الفيديو يوتيوب. هنا بإمكاننا مشاركة فيديو اليوتيوب، نقوم بوضع الرابط هنا ثم نقوم بمشارك الفيديو مع التلاميذ. هنا ما زال بث صيغة تجريبية هي وضع خلفية. الإعدادات، هنا أهم شيء هو اكتم الجميع، يعني عندما يقوم جميع التلاميذ بدخول يكون الصوت مكتوم لكي لا تكون هناك ضوضاء كبيرة بطبيعة الحال. هنا حالة المتحدث، هنا المتحدث كامل المعلومات عن المتحدث. هنا ضمن الاجتماع، هنا embed ما يسمى بembed ونقوم بإضافته إلى الموقع بطبيعة الحال HTML. هنا أبدي رأيك، يعني مثال: هل أعجبك الدرس؟ نعطيه 5 نجوم ونقول very good مثلا، ونقوم بإرسالها. وهنا أعرض الاختصارات، هنا بإمكاننا أخفي إطار الفيديو F، اكتب أو ألغي كتم الميكروفون الخاص M، وعديد الاختصارات بإمكانكم تغييرها بطبيعة الحال مثل ما تريدون. والمساعدة بطبيعة الحال، هنا بالنسبة بإمكاننا تقديم دروس عن طريق مشاركة الشاشة. نقوم بالضغط على مشاركة الشاشة، وهنا لدينا Your entire screen يعني الشاشة بكاملها. Application window يعني هو من متصفح أو تطبيقات. وهنا Chrome tabs بإمكاننا تصوير عدد واحد فقط تاب من الكروم سكرين لمشاركة الشاشة بطبيعة الحال. بإمكاننا مشاركة الشاشة هنا ثم هنا ثم هنا، كل مرة نقوم بالإلغاء ومشاركة مجددة لطبيعة الحال إلى نوع آخر من التاب. لكن هنا الملحوظة المهمة هو يجب الضغط هنا على شير أوديو لكي يكون الأوديو كذلك موجود عند الصوت المتحدث الأستاذ يكون موجود مع مشاركة الشاشة. نعود هنا إلى التسجيل. إذا بالنسبة للتسجيل هنا لدينا إضافة إلى كروم اسمها Record RTC، نقوم بالإضافة عليها، نقوم بالضغط هنا ثم نجدها هنا موجودة في الأعلى من كروم ستور. إذا تمكننا من اختيار نوعية التسجيل. إذا بطبيعة الحال أفضل نوعية للتسجيل هي سكرين مايكروفون أند سبيكر، وعندما نقوم بالضغط عليها نعطي السماح للكاميرا. إذا ثم نبدأ التسجيل. إذا هنا مثل ما تشاهدون Record RTC is sharing a window، هذا يعني التسجيل، وهنا نشاهد عدد الثواني التي تم تسجيلها. إذا بعد تسجيل الحصة بكاملها نضغط هنا على Stop Sharing. إذا بعد الضغط على Stop Sharing نشاهد هنا توقف التسجيل بطبيعة الحال. نضغط على أيقونة هذه الإضافة لكروم ثم نجد هنا See All Recording.
ونجد هنا التسجيل الذي قمنا به. ثم this file is in your browser. click here to download. نضغط هنا لكي نقوم بتحميل هذا التسجيل، ومثل ما تشاهدون هنا التسجيل تم تحميله في الأسفل. إذا عدد الساعات غير محدود، عدد التلاميذ الذين يمكن أن نقوم بدعوة عدد من الأشخاص. من هنا بطبيعة الحال نقوم بالضغط هنا وإرساله إلى التلاميذ عبر الإيميل أو عبر الواتساب، أو بإمكاننا الضغط هنا كذلك نفس الشيء، نقوم بنسخ الرابط ثم إرساله. ملحوظة مهمة هنا في المشاركة بالنسبة لعديد التطبيقات مثل زوم وبعض التطبيقات الأخرى، لا يمكن المشاركة إلا لشخص واحد. بالنسبة لهذا البرنامج هو مجاني تماما، ولكن صيغة جميلة في هذا البرنامج أنه بإمكان عدد كبير كل التلاميذ مشاركة الشاشة، ويقوم الأستاذ بمشاهدة شاشة الجميع. مثلا عند الإجابة على عدد من الأسئلة يقوم جميع التلاميذ بمشاركة الشاشة، والأستاذ يشاهد إجابات التلاميذ. إذا أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو مع هذا البرنامج أو الموقع المتميز المجاني 100%، والذي يعطي صلاحيات لم يقم بإعطائها عديد من البرامج التي تستحق الدفع. إذا مجددا بطبيعة الحال نرجو منكم جميعا مشاركة هذا الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة جميع فيديوهاتنا مع أصدقائكم وفي جميع حساباتكم في انستغرام وفيسبوك وتويتر ولينكدين. وشكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.